لما بنربي ضوافرنا فوق ال40 يوم حرام. وفي أحاديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بتقول كده. احنا كنا بقى عارفين ايه، لأن الشياطين بيتخذ منها بيوت، فلازم نقصها. وكمان النظافة من الإيمان. الموضوع ليه بعد نفسي بطريقة مش هتتوقعوها، وبعد طاقي كمان. أولا لما بنقرقض ضوافرنا كده، طبعا هي كبيرة بنقرقضها، بيبقى تحت الضوافر كده نوع من البكتيريا بتنمو في المعدة، هي مخصصة للنمو في المعدة. بتقلب هرمونات الجسم، تحسس الجسم بالكسل واللي انت مش، وعندك اكتئاب طول الوقت ومش قادرة تتحركي. وكمان انت هتستعمليها بتطبخي لاطفالك، بتطبخي لجوزك، لعيلتك، فالحاجات دي هتنزل ليهم في الاكل، فهو انتشار بقى جماعي. ده اول حاجة. تاني حاجة ان علماء الطاقة بقى، هم بالمناسبة علم الطاقة بيقولوا محرم، بس بالعلم بالشيء بيقولوا بتعمل طاقة للفقر، فقر في المكان او للشخص اللي هو بيربي ضوافره دوت. فسبحان الله، حاجة في الإسلام ليها بعد المخ ما يقدرش يجيبه. فأتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.